السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن علامات لو وجدتها على النبات فأعرف إنه النبات بيحتاج للري أو بيحتاج للماء. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا الري أو الماء مهم جدا وضروري لكل المزروعات اللي حنزرعها، وطبعا عدم توفر الماء أو سقي النبات ممكن طبعا يأثر على النبات وطبعا ممكن يموت. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن علامات لو وجدتها على النبات فأعرف إنه النبات اللي أنت زارعه بيحتاج للماء ولازم طبعا تقوم بريه فورا. وطبعا أول علامة معانا اللي لازم تلاحظها على النبات هي ذبول الأوراق والتفافها بالشكل هذا. طبعا لو كنت زارع فول على سبيل المثال ولقيت انه الأوراق بالشكل هذا فطبعا ضروري انك تقوم بري النبات، لأنه طبعا النبات في المرحلة هذه بيحتاج للري. لاحظنا منكم طبعا ذبول النبات بالشكل هذا ممكن يأثر على الإنتاج، خاصة لما يكون الفول في مرحلة التزهير والإنتاج بالشكل هذا. وطبعا ثاني علامة من علامات إنه النبات بيحتاج للماء هي كثرة تساقط الأزهار. طبعا تساقط الأزهار العامل الرئيسي لطبعا تساقط الأزهار هي قلة الري أو النبات ما بياخذش الماء الكافي، خاصة في مرحلة التزهير بالشكل هذا. فطبعا لو عندك فول ولقيت إنه أغلب الأزهار تسقط فأعرف إنه النبات بيحتاج للماء، وطبعا لازم تقوم بري النبات خاصة في مرحلة التزهير. وطبعا رقم 3 لو لقيت سطح التربة ناشف بالشكل هذا فأعرف إنه النبات بيحتاج للماء، وطبعا لازم تقوم بري النبات طبعا بالشكل هذا. وطبعا لو لقيت أي علامة من علامات اللي تكلمنا عليها فأعرف إنه النبات بيحتاج للري ولازم طبعا تقوم بري النبات. وطبعا مثل ما تكلمت إنه الري مهم جدا جدا للنباتات، خاصة المزروعات الشتوية، لأنه طبعا الحرارة بدأت في الارتفاع وبالتالي ممكن يأثر على النبات والإنتاج، وبالتالي لازم طبعا نروي كل 3 أيام، خاصة لما يكون النبات في مرحلة التزهير والإنتاج. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.